ليه رمضان 30 يوم؟ وليه بنحس إننا اتغيرنا فعلا بعد أول أسبوعين؟ هي دي مجرد روحانيات ولا في سر بيحصل جوه عقلك وجسمك؟ يا مساء الطمر. في قاعدة بتقول إن مخك محتاج 21 يوم بتركيز عشان يبدأ يغير مسار قديم لعادة معينة. يعني رمضان بيديك المهلة الكافية وزيادة عشان تعمل عادة ضبط المصنع حياتك. تعالوا نفصصها سوا. الصيام مش بس امتناع عن الأكل، ده عملية تنقية شاملة. العلم أثبت إن الصيام بيساعد جسمك يتخلص من الخلايا التالفة والقديمة، وبيحفز نمو خلايا دماغية جديدة بتخليك أذكى وأهدى. أما صلاة الجماعة فهي السر ورا كسر مقاومة النفس. وجودك وسط المصلين بيشغل في مخك خلايا المحاكاة، ودي بتخلي حالة الخشوع والالتزام معدية. انت مش محتاج مجهود جبار عشان تلتزم، لأن روح الجماعة هي اللي بتسحبك. ال21 يوم دول هما البداية اللي جسمك وعقلك بيستعدوا بيها للتغيير الحقيقي. رمضان بيسلمك المفتاح، ودورك انت تحافظ على التغيير ده بعد الشهر الكريم. وده اللي بيوصلنا لحالة الطمأنينة، كما ذكر في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان ده هو النتيجة النهائية لمخ وجسم نضيف ببركة الصيام والصلاة. خليني أبسطها لك وخد مني تمرة النهاردة. انت قطعت شوط كبير، عديت مرحلة البذرة، ودلوقتي وقت الرعاية. حافظ على صلاتك في جماعة، لأنها الدرع اللي بيحمي عاداتك الجديدة من الانهيار. ودي كانت تمرة النهاردة، وكل يوم تمرة تغير الفكرة. ما تنساش تعمل لايك وشير، وقول لي في الكومنتات ايه العادة اللي بقالك 12 يوم مواظب عليها وحاسس انها بدأت تبقى جزء اوتوماتيكي من يومك.